في المستقبل القريب، تحلق سفينة التعدين الفضائية بوريالس عبر الفضاء. ينام الطاقم بأكمله في كبسولات تبريد لأنهم ما زال لديهم 4 سنوات متبقية للوصول إلى وجهتهم. فجأة يضرب كويكب السفينة، مما يتسبب في أضرار كافية لتشغيل الإنذار. في كبسولة، يستيقظ أندي مذعورا بسبب مقطع فيديو لعائلته الذين ما زالوا على الأرض. يعلن الذكاء الاصطناعي للسفينة عن حدوث خرق في الهيكل، وتم تنشيط نظام البقاء. تبدأ مجموعة من الأذرع الميكانيكية في بناء بدلة خاصة حول أندي، والتي تتضمن إمدادا محدودا من الأكسجين وذكاء اصطناعي خاص بها. ثم يتم تنشيط الإطلاق الطارئ، ويتم إخراج جميع الكبسولات المبردة من بورياليس. يطير معظمهم بأمان، ولكن 2 منهم يعلقان في النار، حيث تبدأ الانفجارات الصغيرة في حدوث أقسام مختلفة من السفينة الفضائية. تنتهي أذرع الروبوت من بنأخوذة حول رأس أندي قبل أن تشعل أجهزة التبريد الرافعة، ولكن عندما تدخل الغلاف الجوي لأقرب كوكب تكون الجاذبية قوية جدا لدرجة أن أجهزة التبريد تبدأ في السقوط بسرعة خطيرة، حتى أن بعضها تشتعل فيه النيران وتنفجر في طريقها إلى الأسفل. تفتح كبسولة أندي أجنحتها، لكنها تبدأ في التحطم وتفقد الكبسولة محركاتها الدافعة، وفجأة تصطدم ببعض التضاريس المرتفعة وتصطدم، وتنزلق على الأرض الصلبة لبضع ثوان حتى تتوقف أخيرا على كومة من التراب. يرى أندي فاقد الوعي رؤية سريعة لعائلته قبل أن يستيقظ، ويعتقد الذكاء الاصطناعي أنه يعاني من نوبة قلبية، لكن أندي يعطل جهاز تنظيم ضربات القلب في الوقت المناسب. ينظر من النافذة ويلاحظ أنه عالق في أرض مهجورة. عندما يحاول الاتصال بالراديو، لا أحد يجيب. فجأة تتحرك الكبسولة، ويشرح الذكاء الاصطناعي أنها على أرض غير مستقرة، لذلك يحتاج إلى المغادرة. لكن عندما حاول فتح الكبسولة، لم يحدث شيء. ثم فحص أندي مجموعة أدوات النجاة فقط ليكتشف أنه لا يحمل مسدس إشارات لأن رتبته منخفضة. ركل الباب لم يفعل شيئا أيضا، لذا حاول أندي ثانية باستخدام مطفأة الحريق، مما أدى في النهاية إلى كسر الزجاج. بينما حاول الخروج، انقلبت الكبسولة على جانبها وسقط مرة أخرى بالداخل. تسبب الزجاج المكسور في إتلاف بدلته في هذه العملية، وبدأ يفقد الأكسجين. لحسن الحظ، كان لديه رذاذ إصلاح يغلق الفتحة بسرعة. في تلك اللحظة، حدث ماس كهربائي في المحرك، وبدأ حريق صغير خلف المقعد. هرع أندي الإمساك لعبة ابنه، ونقل بعض التراب للخروج أخيرا من الكبسولة التي أصبحت الآن تحت دخان كثيف. نظر حوله ولاحظ بورياليس مشتعلة تسقط من السماء حتى تحطمت على الكوكب، مما تسبب في انفجار ضخم. ضربت موجة التحطم الناتجة أندي وجعلته يسقط. يتعافى بسرعة ويطلب من الذكاء الاصطناعي بعض المعلومات، ويكتشف أن السفينة لم تصل إلا إلى منتصف الرحلة، وأنه موجود على منطقة غير محددة على الخريطة. هناك ضوء في المسافة، لذا يبدأ أندي في شق طريقه إلى هناك أثناء محاولته الاتصال بآخرين عبر الراديو. بعد المشي لبعض الوقت، يجد نصف بوريالس مشتعلا في كبسولة قريبة. يتحقق من الداخل لإمساك خزان الأكسجين، ويفاجأ بجثة أحد أفراد الطاقم. عندما يلقي نظرة فاحصة، يكتشف أن خزان الأكسجين مكسور. ثم يغادر أندي دون أن يلاحظ الدماء والجروح على قمة الكبسولة. بعد دقائق، يجد أندي مجموعة من أضواء الاستغاثة محاطة برياح قوية جدا. تم إعداد هذا بواسطة دوين، الذي استعاد بعض المعدات ويفكر بالفعل في الحصول على لحوم من الجثث للأكل. تمكن من إلقاء نظرة على سجل الملاحة قبل الاصطدام، وعلم أن الشركة اتخذت طريقا مختصرا عبر حزام الكويكبات لتوفير الوقود، وهذا هو سبب وجودهم في منطقة غير معروفة. يحاول دوين استخدام المعدات لإرسال رسالة استغاثة إلى الأرض، والتي ستستغرق 8 أشهر للوصول، وإذا استخدم رجال الإنقاذ سفينة سريعة، فسوف يصلون إلى موقعهم في غضون 2 عام تقريبا. يبدأ أندي في فقدان الأمل، لكن دوين يشير إلى أنهم قد يجدون وسيلة للبقاء على قيد الحياة في النصف الآخر من بورياليس. عندما يتراجع، يفصل أندي عن طريق الخطأ الجهاز ويعيد إصلاحه. في تلك اللحظة، يقفز مخلوق غامض ويلتقط دوين، ويغادر دون أن يترك أثرا. عندما يستدير أندي أخيرا مرة أخرى، يكون وحيدا. بعد إرسال الرسالة إلى الأرض، يأخذ أندي مسدس دوين، ويذكره الذكاء الاصطناعي بأن مستويات الأكسجين لديه منخفضة. يطلب أندي منه تحديد مسار إلى أكبر قطعة بورياليس، ويبدأ في المشي مع التحقق المستمر من الراديو للعثور على ناجين آخرين. في النهاية يصل إلى حافة جرف، ويقول الذكاء الاصطناعي بأن نظامه لا يعمل بشكل جيد. يفكر في عائلته بينما يصرخ في إحباط حتى يسمع ضوضاء على الراديو.
إنها ناجية أخرى تدعى نعومي. الإشارة ليست جيدة جدا ويركض أندي حولها حتى يتمكن من سماعها دون تشويش. علقت نعومي في حجرتها وهي تبحث عن أجهزة تعقب الطاقم، ولكن للأسف الناجين الوحيدين هم هي وأندي ودوان. ترسل إلى أندي موقعها، لكن الذكاء الاصطناعي يحذره من أن منطقتها غير مستقرة، وقد لا يكون لدى أندي ما يكفي من الأكسجين للوصول إليها. يتردد أندي في المخاطرة، لذا تقنعه نعومي بالإشارة إلى أن لديها ما يكفي من الأكسجين لكليهما. على مدار الساعات القليلة التالية، لم يفعل أندي شيئا سوى المشي أثناء التحدث مع نعومي. فجأة يسمع أندي ضوضاء غريبة ويطلب من الذكاء الاصطناعي الخاص به مسح المنطقة، لكن هذه الوظيفة لا تعمل. عندما تسمع نعومي اسم النموذج، تؤكد أن الذكاء الاصطناعي من المفترض أن يتوقف، وهذا شيء آخر فعلته الشركة لتوفير المال بغض النظر عن سلامة طاقمها. لقد حل الليل الآن، ويتعين على أندي أن يكون حذرا أثناء سيره لأن أضواء خوذته ليست قوية جدا. يتجمد عندما يعتقد أنه يرى شيئا، لكنه يلقي باللوم على خياله ويستمر في السير. بعد ثوان، لاحظ صخورا تتدحرج بالقرب من قدميه وأصبح متوترا لأن هناك المزيد من الضوضاء، ويرى ظلا يراقبه من الأعلى. في تلك اللحظة وجد ثقوبا غريبة في الأرض وتبعها حتى وجد حفرة أكبر مغطاة بشباك العنكبوت، مما جعله يدرك أن الثقوب الصغيرة هي آثار مخالب. أصيب أندي بالذعر واستمر في المشي بأسرع ما يمكن، ولاحظ المزيد والمزيد من شبكات العنكبوت في المنطقة. سرعان ما بدأ الثلج يتساقط، ولاحظ أندي أن الضوضاء تبدو أشبه بالهدير الآن. شيء كبير يركض بالقرب منه، واختبأ أندي على الفور وقام بإطفاء أضواء خوذته. فوجئت نعومي لأن الماسح الضوئي الخاص بها أظهر مجموعة من أجهزة تعقب الطاقم تتحرك نحوه، لكن لا أحد منهم يستجيب. جعل أندي الذكاء الاصطناعي يرتبط بتلك الأجهزة، وظهرت الإشارات حوله في نفس الوقت الذي قالت فيه نعومي إنهم أمامه مباشرة، لكنه لا يستطيع رؤية أي شيء. تم إطلاق صاروخ في الهواء وكشف الضوء عن عنكبوت عملاق قريب. نظرا لأنه أكل الطاقم، فقد كان لديه أجهزة تعقب في معدته. نظرا لأن مسدس دوي لا يعمل، يصرخ أندي ويبدأ في الجري فقط ليحاول العنكبوت القفز عليه، وينتهي به الأمر بالسقوط في شق في الأرض. وعندما ينظر إلى الأعلى، يحاول المخلوق الوصول إلى الداخل. يستمر أندي المرعوب في الجري بينما يتبعه العنكبوت من أعلى، ويمد يده أحيانا لضربه. لحسن الحظ يتفادى أندي جميع الهجمات، ومع ذلك يشتت انتباهه الوحش وينتهي به الأمر بالسقوط من حافة منحدر. التدحرج إلى أسفل بهذه السرعة مؤلم للغاية، ولكن على الأقل يخفف الثلج من هبوطه. يزأر العنكبوت عليه من أعلى ولكنه لا ينزل خلفه. يستمر أندي فيلهلع بعد هذه التجربة، وتقاطعه نعومي لتشير إلى انخفاض مستويات الأكسجين لديه. اتضح أن السقوط تسبب في تمزق آخر في بدلته، لذا يسارع أندي إلى إغلاقه بالرذاذ. تمكن من إغلاقه باستخدام كل الرذاذ المتبقي لديه. في تلك اللحظة يظهر صوت دوين في الراديو يطلب المساعدة لأنه يقاتل مجموعة من العناكب. تعتقد نعومي أن أندي يجب أن يساعده، لكن أندي لا يريد محاربة الوحوش وماسحه الضوئي لا يعمل بشكل جيد. ومع ذلك يغير رأيه عندما تشير نعومي إلى أن دوين سيكون لديه أكسجين. بينما يركض أندي بين الكبسولات المحطمة، يرى الصواريخ التي يطلقها دوين ويتبعهم للعثور عليه أخيرا. كان دوين على وشك الهرب من الوحش عندما قفز العنكبوت عليه مرة أخرى، لذلك كان على أندي الاختباء والاستماع عبر الراديو كيف قتل دوي. ركض للاختباء خلف كبسولة على أمل الهروب، فقط ليجد وحشا ثانيا قريبا يتغذى أيضا على الجثث. تنشط نعومي صوت الذكاء الاصطناعي والأضواء في إحدى الحاويات، ويشتت انتباه أحد العناكب، مما يسمح لأندي بالركض والاختباء داخل حاوية أخرى. ثم تحاول نعومي تنشيط حاوية أخرى لتشتيت انتباه المخلوق الآخر، إلا أنها تشغل الأضواء عن طريق الخطأ في حاوية أندي، ويصاب بالذعر من وجود جثة. لحسن الحظ تمكنت من تنشيط جميع الحاويات الأخرى أيضا، والآن بعد تشتيت انتباه العنكبوتين يمكن لأندي أخيرا الهروب. سرعان ما يدرك الوحوش أنهم تعرضوا للخداع ويبدأون في ملاحقته، فقط ليتجمدوا عندما يدخل أندي منطقة ضبابية. بعد مغادرة العناكب يخبر أندي نعومي أنها يجب أن تجد مكانا آمنا أيضا، لكن نعومي لا تشعر بسقيها. بدأت تعاني من نوبة ذعر، لذلك يغني أندي الأغنية التي اعتاد أن يغنيها لابنه لمساعدتها على الهدوء. بعد ذلك يستمر في السير ويصادف مجموعة من اليراعات التي تخلق منظرا جميلا بأضوائها. يهبط أحدها علو خوذته ويتحول فجأة إلى اللون الأحمر لمهاجمته. لا يمكنه إحداث الضرر بمفرده،
ولكن سرعان ما يتحول لون اليراعات الأخرى إلى اللون الأحمر وتهاجمه معا. يكفي مجرد الركض قليلا لتركهم خلفهم، ومع ذلك يشير صوت الهدير إلى أن اليراعات كانت خائفة من شيء آخر. فجأة تنفتح الأرض ويخرج فم وحش عملاق لالتقاط أندي، ويغطيه بمادة سيئة لإبقائه متجمدا في مكانه. يبتلع الوحش أندي شيئا فشيئا حتى يصبح كل شبر من جسده داخل فم الوحش. يتذكر أندي الذكاء الاصطناعي، ويعلن أنه يعاني من نوبة قلبية. يتم تنشيط جهاز إزالة الرجفان، وتكون الصدمة الكهربائية الناتجة قوية لدرجة أن الوحش يبصق أندي. أصبح المخلوق الآن غاضبا جدا، لذا ركض أندي للاختباء داخل شيء يشبه جذع شجرة. يوجد ثقب في الأرض هناك، مما تسبب في سقوط أندي وانتهائه في عش اليراعات. يتحول لون الكائنات الفضائية الصغيرة على الفور إلى اللون الأحمر، ويبدأون في قرصه أثناء ركضه، ولا يتركونه بمفرده إلا عندما يتمكن من الخروج من النفق. بعد ذلك يخبر الذكاء الاصطناعي أندي أن مستوى الأكسجين الحالي لديه سيكون كافيا للوصول إلى بوريالس، ولكن من غير المرجح أن يصل إلى نعومي، التي تعتقد أيضا أنه يجب أن يذهب إلى السفينة. يرفض أندي الاستسلام الآن ويستمر في الركض في اتجاهها. سرعان ما يحيط به اللهب من الاصطدام، ويواجه صعوبة كبيرة في التنفس حتى يسقط. يجمع أندي القوة للاستكمال، ويجبر نفسه على التحرك مرة أخرى، ويجد أخيرا نعومي في حجرتها. تفتح الباب على الفور للسماح له بالدخول، والآن يمكنه التنفس بسهولة مرة أخرى. بعد ذلك يحاول إخراج ساقها، ولكن يديه فقط ليست قوية بما يكفي. لحسن الحظ نظرا لأنها أعلى مرتبة، فإن مجموعة الطوارئ الخاصة بها تحتوي على العديد من الأدوات، ويمكن لأندي استخدام واحدة لإخراجها من التعلق. تشعر نعومي ببعض الألم، ولكن على الأقل الساق ليست مكسورة. بعد أخذ لحظة للراحة، أمسك الثنائي بمسدس الإشارة ورذاذ الإصلاح وانطلقا. يجعل الألم من الصعب على نعومي المشي، لذلك ارتجل أندي جبيرة تساعدها. بينما تفحص نعومي مسدس دوي، يحيط بهم حشد من العناكب ببطء. يبدأ الثنائي في الجري على الفور، وتستمر نعومي في مطالبة الذكاء الاصطناعي الخاص بها بحقنها بالدواء للحفاظ على ساقها متحركة. بينما تطاردهم العناكب، تصل نعومي وأندي إلى النصف الآخر من بوريالس، والذي يبدو أنه في حالة جيدة. يستمر الثنائي في الجري وتسقط نعومي، لذا يساعدها أندي على الانزلاق للأسفل لتسريع حركتها. تقترب العناكب بالفعل للقفز، ويستمر الثنائي في دفع حطام الاصطدام لسد الطريق خلفهم، فقط ليسقطوا أيضا. وعنكبوت على وشك الوصول إليهم، لذا تطلق نعومي صاروخا، مما يتسبب في ركض الوحش خلفها. تطلق صاروخا ثانيا لتشتيت انتباه العناكب الأخرى أيضا، والآن يمكنهم الاستمرار في الجري صعودا إلى التل حتى يدخلوا أخيرا إلى بورياليس. تواجه نعومي مشكلة مع لوحة التحكم وتقترب العناكب، ولكن عندما يكون أحدهم على وشك الدخول تغلقه أخيرا ويقتل الباب المخلوق. تبدأ العناكب الأخرى بالطرق على الباب، بينما تذهب نعومي وأندي لمحاوله الهرب. هناك قدر كبير من الضرر، لكن الأضواء تعمل، مما يعني أن المولد الاحتياطي جيد. يحتوي مخزن الشحن على صناديق من الإمدادات وأجواء مستقرة، لذلك يجب أن يكونوا قادرين على البقاء هنا حتى وصول المساعدة. يوجد في الممر أثر من الدماء، ويتبعونه حتى يجدوا وحدة التحكم الرئيسية، والتي كانت مغطاة بالأحشاء وخيوط العنكبوت. يختبئ الثنائي عندما يريان عنكبوتا كبيرا يدخل ويفتح معدته لإسقاط المزيد من الأجزاء البشرية وحتى خوذة. يشعر أندي بالغثيان ويجبر نفسه على ابتلاع القيء. لحسن الحظ يغادر العنكبوت دون رؤيتهم، ويحاول الثنائي التحرك، ولكن فجأة تنفتح فتحة من السقف ليخرج وحش أكبر. يغلق أندي الباب على الفور من أجل السلامة، لكن نعومي توبخه، موضحة أنهم الآن عالقون في غرفة معادلة الضغط. عندما يبدأ العنكبوت في الضرب على الباب الأيمن، يبدأ أندي في ضرب الباب الأيسر بأداة، لكنها عديمة الفائدة. لا يمكنهم سوى الاستسلام والجلوس لانتظار نهايتهم. يشغل أندي مقطع فيديو لعائلته بينما يخبر نعومي أنهم ماتوا أثناء حادث سيارة، والآن يتعامل مع شعور الذنب لأنه كان يقود السيارة. توبخه نعومي مرة أخرى وتذكره أنها على قيد الحياة بفضله. تعانق نعومي وأندي معتقدين أنهما على وشك الموت، ولكن في تلك اللحظة تجد نعومي كرة مليئة باليراعات عالقة في بدلة أندي. عندما اقتحم العنكبوت أخيرا، ألقي الكرة عليه وهاجمت اليراعات المخلوقة على الفور، مما جعله يتراجع. يضغط الثنائي على زر في اللوحة الرئيسية لفتح الباب الآخر والركض بسرعة نحو حاوية الشحن، فقط للتوقف عندما يكتشفان أنهما على منصة مرتفعة. تمكن العنكبوت من إبعاد اليراعات عن جسده وهاجم البشر، الذين لا يستطيعون إغلاق الباب.
يقفزان من المنصة لتفادي الهجوم، ويهبط العنكبوت على حاوية الشحن في نفس الوقت الذي يفعلان فيه ذلك. يتعافى بسرعة كبيرة ويهاجمهم مرة أخرى، لذلك يرش أندي رذاذه مباشرة في فمه. يعضه الوحش وينفجر الرذاذ على وجهه، مما يمنح الثنائي فرصة الركض. بعد ذلك يركض العنكبوت على السقف للوصول إلى البشر بشكل أسرع، ويقفز ليهبط خلفهم مباشرة. يسقط كلاهما، لكن نعومي تنهض بسرعة وتركض لجعل الوحش يطاردها، قائلة إن أندي يجب أن يجد طريقة لقتله. يلاحظ أندي وجود كبسولات في حاوية الشحن، ويطلب من الذكاء الاصطناعي الخاص به العثور على واحدة عاملة، وهي في الأعلى. يتسلق أندي إلى آخر صف من الكبسولات بأسرع ما يمكن، ويصل إلى المنصة العلوية في نفس الوقت الذي تضرب فيه العنكبوت نعومي. ثم يطفئ أندي الأضواء، مما يمنح نعومي فرصة التسلق داخل صندوق دون أن يراها أحد. في ذلك الصندوق تجد بعض أضواء الطوارئ. عندما يحاول أندي إخراج الكبسولة، يشرح الذكاء الاصطناعي أنه لا يمكن القيام بذلك لأنه أغلق الطاقة، لذا فإن خياره الوحيد هو القيام بذلك يدويا من الداخل. يدخل أندي إلى الكبسولة ويربط الذكاء الاصطناعي بها، بينما تخرج نعومي من الصندوق مع الأضواء معلقة حول جسدها، مما يجعل العنكبوت يلاحقها مرة أخرى. أثناء النظر إلى لعبة ابنه، يقول أندي وداعا للذكاء الاصطناعي الخاص به، وينتظر اللحظة المناسبة لإخراج الكبسولة. تمر ذكرى حادث السيارة في ذهن أندي قبل أن تصطدم الكبسولة بأعلى الوحش، مما يؤدي في النهاية إلى قتله. تركض نعومي إلى جسد أندي، تبكي لأنها تعتقد أنه مات، ولكن بعد الكثير من البكاء عليه، يستيقظ أندي على قيد الحياة وبصحة جيدة تماما. ثم يذهب الثنائي إلى النافذة وينظران إلى شروق الشمس الجميل، وهما ممسكان بأيدي بعضهما البعض. تأكد من الاشتراك وتشغيل الإشعارات حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو مثل هذا. شكرا لك على المشاهدة.